السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يلا نبدأ يوم جديد، يوم سعيد علينا على العالم كله يا رب، وعلى الناس كلها يا رب، اللهم امين. النهاردة بقى هنبتدي يومنا بقى زي ما انتوا شايفين كده، يعني يوم كده مشرق، كله أمل وبهجة وسعادة. ربنا يجعل أيامنا كلها وأيامكم كلها سعادة يا رب، اللهم امين. يلا نبتدي يومنا النهارده، فيه الحلو وفيه الحادق وفيه كل ما يخص البيت. النهارده بقى هنبتدي يومنا اهو، لسه صاحيين بقى زي ما انتوا عارفين. لازم بنهوي الفرشة بتاعتنا وكده زي ما انتوا شايفين. بصراحة الجو بقاله كام يوم كده مش متظبط. الظاهر ان احنا دخلنا بقى على فصل الشتاء وزي ما انتوا عارفين بقى. بس سبحان الله، يعني هو الجو اليومين اللي فاتوا كان حلو وكأننا دخلنا في الشتاء في يوم واحد. انا بقى لسه صاحية اهو، كانت الساعة 9 الصبح. طلعت بقى الفرشة هويها زي ما انتوا شايفين. الشارع بقى مش كل الناس لسه صحت. ما كانش في غير التلات ولاد دول اللي انتوا شايفينهم من تحت الستارة دول، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب، اللهم امين. هخلص بقى كده واخش على المطبخ. طبعا انا يعني انا اتسوقت وكده بعد ما حطيت الفرشه تتهوى، نزلت رحت السوق وكده. بس معلش ما لحقتش افرجكم يعني على الحاجات اللي انا اتسوقتها، بس باذن الله المره الجايه هفرجكم عليها، لان طبعا كان اليوم سريع وكده. فما كنتش فاضيه، لان كنت داخله بقى على تحضير فطار، وكنت بسيح بقى سمنه بلدي زي ما انتوا شايفين اهي. هنا بقى كنت مقطعة مقشرة بطاطس وغسلاها ومقطعاها، وقلت بقى احمرها، بما ان بقى البطاطس الجديدة طلعت بقى ما شاء الله كده في السوق. منظرها مغري، طعمها رهيب. ما شاء الله يا جماعة، انا مش عارفة، انا بحب انزل اتسوق قوي كده وابص للخضار يعني. سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي وصانا اصلا بكده. وقال انظروا الى ثمره اذا اثمر. هنا بقى طبعا حمرت البطاطس. هنا بقى كان نفسي رايحة بصراحة البيض كده بالطماطم واللانشون. انا بحب طريقة البيض دي قوي، اعملوها وجربوها واكتبوا لي ايه رأيكم في التعليقات. هنا انا مقطعة قرنين فلفل صغيرين خالص. هنا بقى بحمرهم كده في حبة زيت، مش بحمرهم يا دوبك يتبلوا. وبعد ما بيتبالوا بنزل عليهم بالطماطم زي ما انتوا شايفين. الطماطم هي انا مقطعاها، هبتدي ان انا انزل عليها بالفلفل. وده اللانشون اللي انا مقطعاه. هنا بقى دي دقة سمسم، وهنا دي جبنة فلاحي بقى، جبنة قديمة مش كده بتاعت خير زمان. اكتبوا لي بقى في التعليقات مين لسه بياكل الجبنة الفلاحي دي، ومين لسه بيحبها وما بيحبهاش. هنا بقى انا خلاص بعد ما دبلت الفلفل وكده، نزلت عليه بالطماطم. هبتدي ان انا اقلبها بقى لغايه ما تبتدي ان هي تنزل ميتها زي ما انتوا شايفين. طبعا انا من النوع اللي يعني بحب اسيب الحاجه براحتها كده لما تستوي وتاخد وتدي مع نفسها كده زي يعني يعني ممكن اغني لها وانا واقفه اقول لها براحتك. طبعا الاستعجال في الاكل بيطلع الحاجه مش مستويه حلو، بيطلع الحاجه طعمها مش حلو كده يعني. انما التأني، ولازم يا جماعه لما نيجي نقف كده نعمل اكلنا نعمله بمحبه كده، عشان يعني تبقى كده يعني النفس مفتوحه والنفس الاكل يبقى طعمه حلو. لازم لما نيجي نخش نسمي هنا بقى انا كنت نزلت على على الفلفل بالطماطم. طبعا ابتدت ان هي تنزل ميتها زي ما انتوا شايفين، وبعدين نزلت عليها بقى باللانشون اللي انا مقطعاه زي ما انتوا شايفين. هنا بقى كان خلاص اللانشون شرب من صوص الطماطم. ابتديت بقى ان انا انزل بالبيض واقلبه بقى حلو كده، يشرب من الصوص كده بقى، واللانشون ياخد طعم اللانشون معايا. جربوا الطريقة دي يا جماعة، بجد بجد هتعجبكم موت، واكتبوا لي ايه رأيكم في التعليقات. هنا بقى كنا خلصنا فطارنا بقى سيدي يا سيدي كده على البيض باللانشون والعسل بقى النحل، والجبنة بقى اللي هي خير زمان، والدقة سمسم وكزبرة وكمون، والعيش بقى الفلاحي الملدن بتاع الشرقوة. وهنا البطاطس المحمرة بقى اللي هي الجديدة. يلا انا بقى هجوعكم كده، يلا تعالوا كلوا معانا. بجد بجد هيعجبكم الاكل. حاولوا تجربوا طريقه البيض باللانشون دي. يعني انا واحنا صغيرين كانت والدتي ربنا يديها الصحه هي اللي كانت بتعمل لنا طريقه البيض دي على طول. سبحان الله، في حاجات كتير يعني حتى وانا كبيره كده بحبها من ايام والدتي، ربنا يديها الصحه ويبارك فيها يا رب، اللهم امين.
هنا بقى دي السمنة اهي، كنت سيحتها زي ما انتوا شايفين، لونها ذهبي ما شاء الله. سمنة بلدي بقى فلاحي. كان نفسي اكل من المرطة، بس للاسف السمنة كانت خلصت بعد ما خلصنا فطار، فما لحقتش اكل من المرطة. هنا بقى ده برطمان السمنة بقى زي ما انتوا شايفين بقى، ريحة السمنة كده ولونها الذهبي، حاجة يا سلام مغرية. هنا بقى عبيتها في البرطمان اهو زي ما انتوا شايفين، عمالة افتح لكم في البرطمان عشان يعني تشوفوا الحاجة يعني حلو وكده. وبقى بعد ما حطيتها بقى بعد ما عبيتها حطيتها في التلاجة تجمد حبة. هنا بقى دخلنا على الغدا على طول. زي ما انتوا عارفين فترة النهار دي قصيرة جدا، لازم بقى ايه الواحد بيخش على الغدا على طول بعد ما بيشطب مواعين الفطار او بقى الفطار. هنا بقى ده سمك بوري كنت جايباه من السوق وكده. طبعا السمك البوري اليومين دول ما شاء الله بقى، سمك البوري ده احلى وقت تكليفي تكليف وقت الشتاء. ما شاء الله بيبقى كله بطارخ. هو شهور اليومين دول. هنا بقى كنا خلصنا الاكل وكده. مش هكدب عليكم، مش انا اللي شويه السمك يا جماعه، انا كنت بعتل لواحد جنبنا هنا هو اللي شواه. هنا بقى كنت مقطعه بصل حلقات بقى ورز بشعريه كده، والسمك البوري انا عماله اجي يعني اعمل للكاميرا واروح واجي عليه. وجمال بقى الرز بشعريه كده. اتفضلوا معانا يا جماعه، انا عماله اجوعكم الصبح انا عارفه. هنا بقى ده السمك البوري معايا، ده بصل بقى مقطعه كده رشه عليه حبه خل وزيت، وده رز بشعريه. حاولوا تجربوا الاكله دي هتعجبكم قوي قوي بجد. ودي سلطه بقى حط عليها كده عودين شبت على ورق الكرنب، كان طعمها ايه رهيبه. هنا بقى كنا خلصنا بقى غدا، وزي ما انتوا شايفين بقى كنا عاملين صينية جلاش كده بالمهلبية. يا سلام، طعم حكاية والشكل حكاية وريحتها كانت مفحفحة جايبة آخر الدنيا. النهاردة بقى ده كان من يومنا. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.